السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. وحلقتنا النهاردة جايين نتكلم عن فيلم هيتم عرضه خلال الأيام اللي جاية في السينمات، وهو فيلم للنجم اللي كلنا بنحبه، سامح حسين. سامح حسين اللي حقق نجاح كبير جدا خلال شهر رمضان في البرنامج اللي كان بيقدمه، وهو برنامج قطايف. البرنامج اللي يعتبر إنه كان واحد من أفضل البرامج اللي اتقدمت خلال شهر رمضان. النجم سامح حسين اللي احنا بنحبه وليه ذكريات جميلة جدا معانا من ايام راجل وست ستات ومسلسل اللص والكتاب. فاجئنا كده كلنا وفجأة انتشر البرنامج اللي كان بيقدمه على السوشيال ميديا الخاصة به، اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك، وهو برنامج قطايف. وشفنا قد ايه ان الناس التفت حوالين البرنامج ده وبدأت تتابعه وبدأت تتكلم عنه في كل مكان. وبعد انتهاء شهر رمضان الكريم ومن ثم بدأ ايام عيد الفطر المبارك، فبعد تاني يوم على ما اعتقد اعلن الفنان سامح حسين ونزل البوستر الرسمي لفيلمه الجديد، وهو فيلم استنساخ. وبعدها بيوم او بيومين نزل الاعلان الرسمي للفيلم. اتمنى لو لدي نسخة طبق الاصل مني تحمل الاوصاف نفسها بدون شك. كل اللي عايز تعرفه عن فيلم استنساخ للنجم الكبير سامح حسين هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده. فقبل ما نبدا الحلقه ما تنساش دعمك ليا اللي بيشجعني، تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. معاكم اخوكم اسلام، ويلا بينا نخش في الحلقه على طول. فيلم استنساخ بيفاجئنا ان هو بيقدم فيلم جديد، وعلى ما اعتقد وخلال ما شفنا في الاعلان شخصية جديدة مختلفة تماما عن اللي شفناها في اعماله الاخيرة. فتعال الاول نتكلم ونتعرف على ابطال وصناع العمل ده. طبعا فيلم استنساخ من بطولة كل من مع حفظ الالقاب للجميع سامح حسين، هبة مجدي، وان الفيلم من تأليف واخراج عبد الرحمن، وان الفيلم من نوعية الغموض والتشويق والإثارة، واللي بتدور احداثه حول الواقع الافتراضي، الذكاء الاصطناعي، والتأثير الكبير اللي بتصنعه التكنولوجيا بمختلف انواعها على البشر، ومدى سيطرة الذكاء الاصطناعي على مجريات الحياة، وكيفية مواجهة الناس والاستفادة من ميزاتها. احنا كبشر لسه ما قدرناش نخلي الذكاء الاصطناعي يواكب وعي الانسان بنسبة 100%. وطبعا زي ما قلنا واتكلمنا ان الفيلم ده يعتبر مغامرة وتجربة جديدة للنجم سامح حسين في السينما لأول مرة عن باقي أعماله اللي قدمها قبل كده. حتى انت كل ده لما تتفرج على الإعلان على ما أعتقد مدته دقيقة و50 ثانية هتشوف ده، هتشوف إن واضح إن احنا مش هنشوف سامح حسين في شكل كوميدي اللي بيقدمه على طول، لا هنشوف دور درامي وهنشوف أكشن، وده اللي هيكون جديد على سامح حسين. كده أنا بقول لك البرمجة اتطورت كتير. انت اللي عملت كل ده. المفروض تتسمى قوات امن يونس العربي، مش قوة الامن السيبراني. اعتقد احنا ما شفناش سامح حسين بيقدم ادوار اكشن غير في مسلسل على ما اعتقد اللص والكتاب في شخصيه ميشو. فبعد السنين دي كلها هنشوف سامح حسين بيقدم دراما واكشن، وده اللي هيجي دلوقتي ويخلينا نخش ونتكلم عن احداث وقصه فيلم استنساخ. بين الواقع والافتراضي تختلط الحقيقه بالاوهام، وعندما تختفي الحدود بين الواقع والخيال. قصه فيلم استنساخ بطوله النجم سامح حسين بتدور حول شخصيه يونس العربي اللي بيجسدها سامح حسين، اللي بيلاقي نفسه قدام تحديات كبيرة جدا جدا وغير مسبوقة، واللي هيكون سببها التطور العلمي والذكاء الاصطناعي اللي وصلنا ليه لحد دلوقتي، وتجاوز التكنولوجيا للحدود. وان الفيلم برضه بيسلط الضوء على قضية الاستنساخ. وعلى ما اعتقد ان احنا في اخر الاعلان للفيلم شفنا ان سامح حسين او شخصية يونس العربي اللي بيقايم بدورها فنان سامح حسين شفنا منها كذا شخص. استنساخ لشخصية يونس العربي كذا شخصية بنفس الشكل والمواصفات. وسيطرة التطور والعالم الافتراضي، الذكاء الاصطناعي على المجتمع والعالم. وهنا ده العالم بتاعي، اقدر اتحكم في كل تفصيلة فيه عشان اساعدك. كده انا بقول لك البرمجة اتطورت كتير. انت اللي عملت
عملت كل ده؟ وان احداث الفيلم بتيجي وممزوجه بالتكنولوجيا والخيال العلمي والعلاقه المتشابكه ما بين الانسان والتطور ده وتاثير سيطره التكنولوجيا على حياه الانسان اليوميه والشخصيه، وان الفيلم هيبرز دور الذكاء الاصطناعي وتوسعه وانتشاره بشكل كبير جدا جدا. يونس عايز يستقل بالشركة عشان يعمل دولة جوه الدولة. ممكن من فضلك ما تجيبيش سيره يونس ده تاني قدامي خالص؟ إلا إذا حضرتك عزمت جوزي. دي تعتبر قصة الفيلم والاحداث اللي هيدور حوالينها الفيلم، ومن الواضح من الفيلم ان احنا هنشوف كل ده اللي اتكلمنا عليه، فكرة الذكاء الاصطناعي والفي ار والتطور للتكنولوجيا، الموبايلات، الامكانيات الرهيبة والمجنونة اللي بقينا نشوفها في العالم دلوقتي، وازاي حرفيا ان هي بقت فعلا مسيطرة على عقل الانسان ذات نفسه، وازاي بقت بتأثر عليه في حياته وشخصيته، وكمان ممكن تبقى بتأثر على قراراته اللي بياخدها في حياته. وده اللي بنشوفه ان ازاي الناس دلوقتي بقت بتتكلم وبتخش في نقاشات كبيرة جدا في الموضوع ده، كلام حول التطور الرهيب جدا جدا للذكاء الاصطناعي ده وتأثيره علينا وعلى العالم بالكامل. وده اللي يخليني الصراحة متحمس جدا جدا للفيلم ده والعمل ده ودور سامح حسين للعمل ده، لان انت لو جيت قلت ان سامح حسين هيقدم فيلم او فكرة زي دي هتستبعدها تماما. فده شيء يخليك متحمس للفكرة ومتحمس ازاي تشوف فنان سامح حسين هيقدمها، ولما تيجي تتفرج على الاعلان هتتشد جدا لما تشوف هو سامح حسين، هتشوف الشخصية بتاعته. حتى من البوستر واضح ان احنا هنشوف شخصيتين لسامح حسين، الشخصية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وبتاع، وهنشوف الشخصية العادية كإنسان. حتى هبة مجدي واضح من البوستر ان في برضو شخصية هتكون مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والفي ار، الشخصية التانية اللي هي الإنسانة الحقيقية اللي على أرض الواقع. فاحنا هنشوف الفرق ده ما بين أرض الواقع، الإنسان في أرض الواقع، والإنسان في الذكاء الافتراضي أو الذكاء الاصطناعي. وهنشوف المواجهة أو المقارنة ما بين، حتى في الفيلم واضح ان هيحصل فيه حرب. حتى في مشهد شوف سامح حسين بيأدي قسم لحاجة اسمها الاتحاد العربي، وأن أحترم لوائح الشركة ودستور التحالف العربي. من الواضح ان احنا هنشوف صراعات كبيره جدا، وهنشوف المنظمات اللي بقينا بنشوفها كتير جدا في الاعمال. حتى هبه مجدي جايه لنا من مسلسل المداح، هي جايه جاهزه للموضوع ده بعد ما انضمت للمجلس اللي نقدر نقول عليه اللي هم زي الناس اللي بيتحكموا في العالم. انا متحمس جدا للفيلم ومتحمس جدا للفكره دي، وعجبني جدا في الاعلان، عجبني جدا الصوره، عجبني جدا المؤثرات اللي موجوده، عجبني جدا الشخصيات واللبس. أنا ما كنتش يا مهند، أنتوا اللي خونوا. ده اعلان يشدك انك تخش تتفرج على الفيلم. طبعا ممكن الاعلان يبقى مغاير، لكن احنا مش هنقدر نحكم على الفيلم غير لما نخش ونتفرج على الفيلم ونشوفه بالكامل، ووقتها هنقدر نقول راينا فيه. انا زي ما قلت متحمس للفيلم، متحمس للفكره اللي هيقدمها الفيلم. حتى مخرج الفيلم كان بينزل وبيتكلم ان احنا هنشوف حاجه جديده وهنشوف حاجه مختلفه، وهنشوف فنان سامح حسين بشكل جديد، وان ازاي كان بيتكلم فكره سامح حسين قد ايه كان مهتم جدا بالدور، وقد ايه كان مركز جدا في الدور، اشتغل على نفسه عشان يقدم دوره في الفيلم ده. فانا متحمس جدا ان انا اشوف كل التفاصيل اللي بيتكلموا عنها دي، واشوف الفنان سامح حسين في الفيلم ده هيقدم لنا ايه، واشوف الفكره اللي عايز يوصلها لي الفيلم. تقريبا احنا ما كناش بنسمع حاجه عن العمل او الفيلم ده خلال الفتره الاخيره خالص، وسمعنا عنه لما اعلن عنه الفنان سامح حسين والفنان هبه مجدي والمخرج العمل. كل التوفيق لفنان سامح حسين اللي كلنا بنحبه، ونتمنى ان الفيلم ده يكون هو عودة النجم سامح حسين مرة أخرى، ونشوفه في أعمال كتير خلال الفترة الجاية، أفلام ومسلسلات، ونشوفه بعمل يقدمه خلال الموسم الرمضاني زي ما قدم لنا برنامج قطايف وحقق نجاح كبير جدا. فكل التوفيق للجميع. وبس كده نكون اتكلمنا عن كل حاجة ممكن تبقى عايز تعرفها عن فيلم استنساخ بطولة سامح حسين وهبة مجدي. فأتمنى تكون الحلقة عجبتك. فلو عجبتك الحلقة ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. كان معاكم أخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام.